حابب اتكلم في حاجه واقول كلنا شفنا لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وشفنا قائمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شفنا القائمه مدججه بالنجوم، مليانه نجوم، والنادي الاهلي عمل فوق ال 15 صفقه قبل كاس العالم للانديه، وقبل ما يروح كاس العالم للانديه كان عامل صفقات كتير، ومن ضمنهم ميزو اللي خدوا مننا فري وخدوا مننا ببلاش. وطبعا كلنا شفنا قائمه نادي بيراميدز السنه اللي فاتت عامله ازاي، ده غير ان هم السنه دي لسه هيجيبوا صفقات وهيدعموا، لان النادي بيراميدز خد كاس افريقيا السنه اللي فاتت، يعني المفروض ان هو خلاص هيلعب في كاس العالم للانديه، يعني بيجهز نفسه، وطبعا معاه فلوس كتير. انا حابب بقى اتكلم واسال سؤال، كلنا شفنا قائمه نادي الزمالك اللي اداره نادي الزمالك بعتتها لاتحاد الكوره، وطبعا كلنا شفنا القائمه الاولى لفريق نادي الزمالك عامله ازاي، هي القائمه بتاعت السنه اللي فاتت، بل بالعكس اتشال منها 4 لعيبه، اذا كان حمزه المسلوسي خلاص مشي، اذا كان عبد الله السعيد لسه لحد دلوقتي الاداره مش عارفه تجدد له، واذا كان عمر جابر او بنتايك الاثنين جددوا بس لسه هيضافوا في القائمه الثانيه. وقبل ما نخش على القائمه الثانيه اللي احنا ما نعرفش عنها اي حاجه، ولا نعرف ايه هي صفقات نادي الزمالك، ولا نعرف نادي الزمالك عاوز يعمل ايه، ولا هيعمل ايه للموسم الجديد، ولا هيجيب ايه اللعيبه اللي هيجيبها، وغير كده احنا عندنا نواقص كتير قوي، عندنا الفريق ناقص جامد قوي، ده غير كمان ان هم سجلوا لعيبه كتير قوي احنا ما كناش عاوزينها، ده في لعيبه كتير قوي فوق ال 20 لعيب المفروض يمشوا من نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك القايمه اللي الاداره بعتتها لاتحاد الكوره فعلا ما فيهمش الا 11 لعيب هم اللي ينفعوا يلعبوا باسم نادي الزمالك. وعلشان كده حابب اقول اللي احنا وصلنا له دلوقتي واللي وصل له جمهور نادي الزمالك ده فشل اداري، فشل من اداره نادي الزمالك، ان هم يقعدونا لحد دلوقتي مش عارفين فريق نادي الزمالك اللي هيبدا بيه الموسم ايه هو، ومش عارفين ايه اللعيبه اللي هتبدا الموسم معانا، ده غير كمان ان احنا كنا بنحسب ان هم هيمشوا لا يقل عن 15 لعيب من القايمه اللي بعتوها لاتحاد الكوره دي، لكن هم لبسونا في نفس القايمه بتاعت السنه اللي فاتت اللي هنلعب بيها السنه دي. وعلشان كده السؤال اللي انا حابب اساله، يا ترى فريق نادي الزمالك هيبقى شكله عامل ازاي في الموسم الجديد؟ وغير كده هل هيعرف ينافس فريق النادي الاهلي وفريق بيراميدز؟ هل هنعرف ناخد مركز اول او مركز ثاني في الدوري، ولا برضو المره دي ممكن ناخد بقى مركز رابع ومركز خامس؟ لان العينه بينه وباين قوي ان فريق نادي الزمالك لحد الان اضعف فريق في الدوري. وعلشان كده انا سالت سؤال، هل نادي الزمالك هيعرف ينافس مع النادي الاهلي وبيراميدز السنه دي، وهيعرف ينافس في الدوري ولا لا، وهل هيعرف ياخد بطولات السنه دي ولا لا؟ يا ريت اي حد يرد عليا اذا كان اهلاوي او زملكاوي، لان فعلا نادي الزمالك بيضيع يا وديع.